التسيف حق النفس هو واحد من اوحش، ده لو ما كانش هو الاوحش، ردود الافعال او الاهمال او الى اخره، من حيث انك بتبوظ نفسيتك بطريقة غبية، وبتيجي على نفسك باشكال غير طبيعية لاجل حاجة او شيء او شخص حتى، مع ان صدقني الموضوع مش مستاهل كل الحاجات او التفكيرات اللي احنا بنفكر فيها بالاسلوب دوت. ازيكم؟ انا ستيفن هاني، ودوت بودكاست الانتقال من اليأس الى اللبس. طيب، ايه الفكرة في ان الواحد يهمل في حق نفسه قصاد ان هو يشوف فرحة اللي قدامه؟ هي حاجة اصلا ايجابية، وانا بريسبكت اي حد يعني ياخد شاوت اوت مني ان هو بيعمل كده. انت حد كويس وايجابي وابن ناس ومتربي ومحترم كمان. بس عايز افهمك حاجة، مش كل الناس يا عزيزي المستمع تستاهل كل اللي انت بتعمله ده. ليه بقى؟ لان ببساطة شديدة انت لما يجي وزنك يخس النص بسبب انك بتحاول تساعد البشر وفي الاخر مفيش، ساعتها مش هيبقى ليه يعني مش هيبقى ليه لازمة. كل اللي انت عملته ده مع احترامي ليك ومع احترامي لمجهودك ما كانش ليه فايدة. لما تيجي تلاقي ان عينك قبل ما كانت تبقى دلوقتي كانت حتة الدين عاملة زي بياض البيض كده صافية والدنيا زي الفل، دلوقتي تيجي تقف قدام مراية تقول كحل ده يا معلم ولا لون عيني؟ يا نهار ازرق، انت واخد بوكس في عينك الاتنين. ايه ده يا معلم؟ ايه ده؟ تيجي تبص قدام المراية كده، نهار اسود ايه اللي بيحصل معايا؟ فدي حاجات ما تزعلش مني، ما تستاهلش بنص جنيه ان انت تضحي او تحط شوية مجهود لاجلها. والحاجات دي فعلا من اوسخ الحاجات اللي انت ممكن تضيع فيها وقتك او تضيع فيها مجهودك، وهي انك تتعامل مع ناس. دي اول حاجة، يعني انك تتعامل مع ناس غير سوية مع نفسها اصلا. يعني انا كستيفن اهو اتعاملت مع ناس غير سويين بالمرة، ولا بني ادم فيهم كان عادل بنص جنيه، لكن مع التفكير وإعادة جدولة الخطة اللي انا كنت ماشي بيها، وبعد ما ظبطت الدنيا اكتشفت ان الغلط كان عليا قبل ما يكون عليهم. ايوه والله الغلط كان عليا قبل ما يكون عليهم يا جدعان. فين انا كمان زودت القهوة وانا كنت قاعد بفكر، لدرجة انها وصلت معايا لمرحلة مش لطيفة. طب ليه يا معلم؟ ليه توصل نفسك لده؟ عشان دي غريزة في طابع البشر، واللي هي ايه؟ احنا مفيش حد فينا بيحب يظهر ان هو وحش. من الاخر كده انا جبت لك على الابيض، مفيش حد فينا بيحب يظهر ان هو حد وحش. بالعكس، الناس كلها نفسها انها تطلع وتبان قدام الناس برضو كلها ان هي ناس كويسين، على الرغم من انعدام ده، لان كل واحد فينا فيه الجزء الدارك بتاعه او الجزء الوسخ او الجزء الوحش بتاعه. فالموضوع عم بيختلف ساعتها، الموضوع ساعتها بيختلف، وساعتها بنفكر كتير ونقول طب انا ليه عملت كده، لدرجة ان انت ممكن تشكك في قدرات نفسك، اللي هو انا كنت وحش معاه، طب هو انا قصرت معاه. لو انت وصلت في العلاقة ديت لسؤال هو انا كنت وحش معاه، يعني اهرب من العلاقة دي فورا. وعلى فكرة هروبك ده مش معنى ضعف. المكان اللي ما يقدرش وجودك او ما يقدرش ان انت سايب حاجات كتير قوي عشان تبقى موجود هنا، ما تعتبوش تاني. وده مش هيكون هروب، بالعكس ده اسلم حل، لان انت ممكن تقعد عافية ذوق طول ما انا صاحب حقوق. لا يا عم، احنا مش عايزين القعدة دي، احنا مش عايزينها. احنا عايزين قعدة نكون مستريحين واحنا قاعدين فيها، وتكون قبل ما انت مستريح يكون اللي قدامك مستريح لوجودك. يكون ماشي ستيفن كويس، اقعد معاك، مش اللي هو يا دنيا ستيفن الخرا ده ازيك يا اسطى وضحكه صفر. لا، احنا مش عايزين ده يا جدعان.
احنا في غنى عن ده، لان احنا اصلا نفسيتنا كلنا تقريبا السن دوت مع ظهور نتيجة ثانوية عامة. ببارك طبعا لكل الناس، ببارك لكل الناس اللي جابت النتيجة، سواء كانت حلوة سواء كانت وحشة. انتوا عملتوا اللي عليكم. بالنسبة للي كان بيذاكر وجاب نتيجة مش كويسة، يا حبيب قلبي يا حبيبة قلبي، انتوا كلكم عملتوا اللي عليكم، كل اللي كان في ايديكم عملتوه. انما بقى اللي كان مقضيها سمك لبن تمر هندي طول السنة، انت ابيض عليك يا معلم، انت عملت كل اللي ما كان في لم تستطيع نفسك ان تفعله ونجحت. ما دام انت نجحت انا مبسوط بيك. ده انا يا نهار ازرق، انا خلاص انا مش قادر، انا هطير من الفرحة، استك بنطلونة هيطرقع من كتر ما انا فرحان، يا لهوي مش قادر. المهم نرجع لموضوعنا. انا بس كنت عايز احيي اخواتي بتوع الثانوية عامة، عشان انا كنت منهم في يوم من الايام وما لقيتش حد ان هو يدعمني الا كام نفر يعني، الله يمسيهم بالخير. دلوقتي قاعدين بيبلبطوا واحنا قاعدين هنا بنجهز للشفت. كنت قلت لكم قبل كده ان واحد من الحاجات الاساسيه او حاجه من المحركات الاساسيه لستيفن هي فريق المسرح بتاعه. عايز اقول لكم ان من فتره الغياب اللي انا كنت فيها دي تقريبا كانوا فرنجي الاسبوعين دول حصل فيهم كميه تفاصيل غير طبيعيه، من خساره ناس لخساره موهبه لخساره فلوس لخساره وقت لخساره ناس كتير عزاز قوي على قلب الواحد بطريقه مش طبيعيه. فالموضوع يعني بصراحه مش هكدب عليكم وهو مضايقني جدا. الله يرحم ايام ستيفن دوت، ما كان قاعد يعني مسافه ما بيخرج من شات دوت بيخش في شات دوت وبيخرج من شات ده بيخش في شات دي وي 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 وي. دلوقتي حرفيا بقى على الابيض. مش فكره اللي هو يا معلم وانت، لا، هي فكره انك ازاي وصلت، يعني ازاي كنت في الحته الفلانيه وبقيت في الحته الفلانيه. يا لهوي عليا بجد بجد والله ما بهزرش، بس هو الموضوع يضايق. دايرة علاقاتك الاجتماعية هي صورتك، فلو دايرة علاقاتك الاجتماعية صغيرة او ضيقة انت كده صورتك مش قوي. بس يبقى غبي اللي يحكم عليك من صحابك. مش فاهم، هفهمك. غبي اللي يحكم عليك من شكل صحابك. طب ما عادي انا ممكن ابقى مصاحب اغنياء بس هم كلهم ولاد 60 في 70. عادي ممكن اكون مصاحب فقراء بالمعنى الحرفي فقراء، مع ان مفيش حد فينا فقير. اللي فقير فريق يعني فقير في الروح مش اكتر. والفقراء ممكن يكونوا احسن بكتير جدا من الاغنياء من حيث كل حاجه، من حيث الايمان، من حيث الجدعنه، من حيث الرجوله، من حيث المواقف، من حيث كل حاجه. فملهاش علاقه. الاسبوعين اللي فاتوا هم كانوا من اوسخ تقريبا الاسابيع اللي عدوا عليا في حياتي، لاني خسرت ناس كتير جدا فيهم. تقريبا اقرب الناس بالمعنى الحرفي من كلمه اقرب الناس فعليا العبد اللي خسره ده. غير كده خسرت اكتر من فريقين تمثيل او 3 على مدار اسبوعين بس. تذبذب بطريقة غبية فشخ، عارف، في مطبات ومراحل وعرة بطريقة ما حدش يفهمها. يعني كأن الواحد ما كانش عارف ان في صفار بيض جوه البيض اللي هو بيبقى قاعد اصلا ممزوج في البياض بتاع البيض قبل ما نفتح البيض اصلا في اول اختراعاتها. موضوع كبير وحوار رخم ورزل وبايخ ومعفن. بس يعني هنعمل ايه؟ طبعا انا بحب جملة ان ربنا مش هيشيلك حاجة انت مش قدها. مستحيل، يعني خليك عارف يا عزيزي المستمع ان ربنا عمره ما هيشيلك حمل او مشكلة او حاجة كبيرة وانت مش هتكون قدها. بالعكس، ربنا لما بيحطك في حاجة هو عارف انت هتتحط في دي وهتقوم منها امتى وهتقوم منها ازاي وهتعمل ايه لما تقوم منها وهتعمل ايه لما هتعرف تقوم منها. ساعتها الدنيا هتتحسن ووجهة نظرك بينك وبين نفسك هتتحسن
علاقتك بينك وبين نفسك الثقة فيها هتزيد، هتثق في نفسك جدا، وهيجيلك مناعة من ان الناس تهجرك، او ان انت خوفك الوحيد من انك ما بتحبش ان حد يبعد عنك. انت كده ان ذا سيف زون. ليه؟ لان اللي ما بيخافش من ده هو كده شخص توكسيك. على الرغم ان انا كستيف ما بخافش منه، بس مش حوار ما بخافش منه، هو حوار انا بقيت متوقع الخذلان من اي حد عادي. صاحب، صاحبة، رفيق، مش رفيق، اكس، كراش، ان بيف، دش بوم، اي بني ادم على وش الارض لازم تتوقع منه نسبة خذلان او حزن او زعل. لانك لو ما حطيتش النسبة دي في حسبانك، تعال نتكلم بالعقل شوية، لانك لو ما حطيتش نسبة الخذلان دي في عقلك او في الحسبان بتاعك، هتديله كل ما عندك. وفي حالة انك طلعت كل كارت في السكرت عندك علشان تبص اللي قدامك، ساعتها هو هيجي يقولك انت حد جميل بس مش نوعي المفضل. بجد والله بجد هيجي يقولك كده. والله. ليه؟ لانك ساعتها هتكون حرقت كل ما انت تمتلكه من مشاعر واحاسيس واحاشيش، وبص كل حاجة، ضحك، هزار، مرقعة، سهر بالليل، شرب قهوة، مش عارف ايه، نزول، خروج، دفع فلوس، مرقعة، مسكة ايد، مشي على الكورنيش، حاجات كتير هتدفع قصاد كل ده. مش فلوس، هتدفع كل ده من صحتك. السهر جسمك هينبهك وهيقولك يا ابن العبيطة فوق، انت شايف تحت عينك بقى عامل ازاي، وانت طبعا زي العبيط، وانا اسف في اللفظ، متكيف طبعا باللي بيحصل لك، اللي هو ايه، في حد في حياتي والحاجات دي. طبعا لازم تفرح ولازم تنبسط، ساعتها بتحس ان في حد مهتم بيك ومش عارف ايه وبتاع. عادي، عيش وتعايش مع الموقف واضحك وافرح، بس اعرف الريد فلاجز اللي المفروض يعني اول ما تشوفها جيب ورا على طول. لازم تخلي بالك انك مش عارف اقولها لك ازاي، بس تعود على حاجه. يعني لو كنت بنت سواء او واد، لازم تتعود على حاجه، واللي هي ايه؟ يا اما تكون او لا تكون. لا تسمح بان يشاركك احد في شخصك، لان في تلك الحاله سوف تكون انسان مهمش. ولو بقيت انسان مهمش انا هجيبك من بنطلونك. ما انا مبقاش قاعد تعبان في 18-20 حلقة وفي الاخر بعد كل دوت انت تتهمش. لا ههمشك. لا نفوق كده شوية. بمعنى ايه؟ هقولك. بص يا سيدي، انا دلوقتي معز حد والحد ده بيعزني. مرة واحدة في حياته دخل واحد تاني، هوب دب تش بوم طخ، قعدة حمام دب، ابتدى يبقى فيه لطف وحب واشعار ومش عارف ايه ومكالمات اخر الليل وبتاع، وقال لي احنا اصحاب. طب يا معلم، يعني ما اصحاب تمام وكل حاجه، بس انت تقريبا انت بتقول لي ان انا بحبك انت. امال فين بقى ده؟ العقب لكم هنا دلوقتي، والله هعقب لكم هنا. ايه اللي بيحصل؟ مين فين؟ يعني ايه العك ده؟ هتلاقي نفسك دخلت في دوامه كده بنت 60 كلب، اللي هو انت كنت قاعد في امان الله عادي جدا، ولا كأن ولا بيك ولا عليك. لقيت مرة واحدة يا نهار ازرق، دايرة احداث ما بتخلصش، عملت كذا ورحت فين وامتى وازاي وبتاع. تلاقي الاهتمام بدأ يقل، هتلاقي المكالمات بدأت تلقائي، هتلاقي كلام بينك وبين الطرف التاني. على فكرة ده مش مقتصر بس على العلاقات اللي هي علاقات الارتباط او علاقات الحب، لا بالعكس، على علاقات الصحاب عامه. لو انت وهو، او انت وهي، او هي وهي، الموضوع بيختلف. هو عامه الموضوع بيبقى غيره، بس دي غيره ايجابيه لو انتوا 2 صحاب بجد وعارفين حته يعني ايه صحاب وفاهمين يعني ايه صحاب، مش اللي هو سمك لبن تمر هندي، اللي هو ايه ده بنت حلوه هوبا، شاب جامد روش هوبا صاحبنا هوبا
قدام الناس احنا متصاحبين، بس احنا بيننا وبين الشات متجوزين. يا جدعان ده مش شغل. والله مش شغل. على قد ما انا ما بحبش المسميات، بس هي في الحاجات دي لازم تبقى موجودة. لازم تعرف انت العلاقة اللي انت فيها دي ايه مسماها، وتمشي حسب مسماها. لان انت عادي ممكن انتوا الاتنين تبقوا صحاب، بس بينكوا وبين بعضيكم انتوا مش صحاب بنص جنيه. يعني انتوا دي مش صحاب. اصل السواد اللي تحت عيني ده ما كانش من فراغ، ما انا فاهم بقول لك ايه. فافهم، انتوا لو علاقة صحاب ابوس في خادك يا شيخ، يا شيخة ابوس دماغك ودماغ اللي خلفوكي. بلاش تمحوروا العلاقة، بلاش تمحوروها، وبلاش يعني بلاش تمحوروها في مرحلة قصيرة فشخ. يعني بلاش، احنا تعرفنا النهاردة بقينا اصحاب في 3 ثواني، بقينا كراشات في 5 دقايق، حبينا بعض في ساعة، ارتبطنا. انا على فكرة انا بتشل، انا حرفيا انا بريكوردنج دلوقتي وانا بتشل، لان انا شفت كمية حاجات بنت 60 في 70 يعني عايز اسيب والعن، مش هينفع. بعد ما ارتبطوا بساعة خلاص بقوا متجوزين، عارف، وانا وانت عارفين ومحدش هينفع يقول. يعني في حاجات كتير قوي انا عايز اقولها بس ما ينفعش عشان الكوبي رايت والحاجات دي يعني. بس يلا معلش، خليهم يفرحوا لهم يومين بس. يعني بجد انا هتكلم معاك برجولة. يعني بلاش تاخد الريليشن بتاعتك في مرحلة لا انت ولا الطرف التاني قدها، بس انتوا بتعملوا كده حب تجربة. يعني انتوا هي مش عشان انت عايز تجرب او انت عايزه تجربي فتاخد الطرف التاني على ظهرك وتقول يلا بينا يا معلم. انت مش راكب جمل، انت مش راكب ناقة يا معلم، لا انت مش راكب ناقة. اصحى كده وفوق، عشان الموضوع مهم بجد. الموضوع مهم بعيدا عن الهزار اللي انا بهزر، بس هو فعلا الموضوع مهم. ليه؟ لانك لما تيجي تنقل العلاقة او تاخد الريليشن من بوزيشن لبوزيشن تاني، لما تاخد الموضوع من مكان وتروح بيه على مكان تاني، ساعتها فعلا الدنيا كلها تختلف. لكن لو جيت اديت لكل فترة حقها، ساعتها انت هتبقى بني ادم يعني راسي نفسيا. مش هقول لك بقى انت سوي وانت مش مستوي والكلام ده كله، لا يا عم. انت ساعتها هتكون بني ادم كويس نفسيا. ليه؟ لان البني ادم الواعي، هقول ايه الساوي، البني ادم الكويس نفسيا عمره ما بيعمل حاجة الا انه يكون شاف اللي قدامه كويس. فلما يشوف اللي قدامه كويس ويطمن عليه او يشوف فرحته فين، ده تلقائيا هيحافظ على العلاقة بتاعته، هيحافظ عليها بانه يخليها موجودة، مش انه يحدث منها. التحديث ده يعني دي سنة الحياة، ده لازم تيجي، يا اما تطلع لفوق يا اما تنزل لتحت والعلاقة تنتهي. لكن مش خبط لزق، مش هوبا جذب اضرب اتعرفنا النهاردة حبينا بكرة ارتبطنا امبارح فركشنا دلوقتي. ايه ده معلم؟ هتلاقي نفسك دخلت في دوامة مشاعر بنت كلبة قوي، عمال تروح من دوت لديل والديل ده، وشعرك يقف وحاجتك تتبهدل ومشاعرك تتهان ومعاد نومك يبوظ، وتبتدي تخش على عادات مش إيجابية وحاجات بنت كلب كتير. فليه أصلا من البداية يا حبيب قلبي؟ ففي العلاقات عامة لازم تاخد بالك من المسميات فشخ، لازم تاخد بالك من المسميات فشخ. وطبعا ما تهملش في حق نفسك. ليه بقى؟ لانك لما تيجي تهمل في حق نفسك هتتعود ان انت هتهمل في حق اي حاجة، هتيجي على نفسك علشان حد غير نفسك. فليه ما تجيش على نفسك غير علشان حساب نفسك، اللي هو ايه، انا هسهر 2 ساعتين كمان على الرغم ان انا تعبان ومش قادر امسك الشيفت لوحدي، بس هسهر وهطلع ميتيني اكتر لاجل ان انا اخد زياده، لان انا محتاج الزياده. ده انت كده بتيجي على نفسك بشكل ايجابي. وانا من هنا، من مكاني دوت، من الاوضه بتاعتي دي، احب اقول لك انت كده شخص ايجابي وعاش عليك. انما ما تبقاش قادر تقعد
ومش ساند طولك وقاعد حرفيا عارف انت اللي هو مش مغمض، انت بتتحاسب مش مغمض عينك، انت عامل كده قاعد عمال تكلمها والله انا بحبك والله بس انا يا عم الممحون اطمحن الصبح. صحتك دي انا لو كنت لقيت حد ينصحني النصايح دي اقسم بالله ما كنت هتحرك، بس انا بقول لك اللي انا مريت بيه، لان اللي انا مريت بيه ما كانش قليل على شاب عنده 19 سنه بجد. يعني خلينا نكون واقعيين شويه. الجيل اللي طالع دوت هو جيل وسخ، مش وسخ كحاجه وحشه، لا هو جيل وسخ لانه شاف حاجات كتير وسخ. والجيل اللي هيبقى قبلنا او اللي هو هيجي بعدنا قصدي هيبقى اوحش بكتير، لان احنا مثلا الشباب اللي هم 19 دلوقتي او العشريناتي دلوقتي لما دخلوا عالم السوشيال ميديا عامه، هما كانوا دخلوها امتى؟ يعني تالتة اعدادي اولى ثانوي تانية ثانوي، يعني من قريب يعتبر. على ما توغلوا ودخلوا جوه الدنيا دي كانت من قريب. لكن الشباب الصغير 13 12 11 10 ده بالمعنى الحرفي، انا بشوف عيال صغيره والله العظيم بيعرفوا يمسكوا مطاوي انا كستيفن ما اعرفش احلم بيها. يعني مطوك الواد بيطرقع البتاعه يا نهار اسود، انا صوتها بيكيفني والله. يعني خلينا نكون واقعيين. ف خلينا عارفين ان الجهاز ابن الجزمه اللي في ايدينا ده اهو ده نقمه فشخ. يعني بحسد الناس القديمه على حاجه واحده بس، ان هم لما كانوا بيحبوا يشوفوا حد بيحبوه عارفين يوصلوا له ازاي. حتى في العلاقات البرايفت ريليشنز، العلاقات الخاصه او بينك وبينها، لما كنتوا تحبوا تشوفوا بعض كانت الدنيا اي نعم كانت صعبه ماديا ومعنويا وظروفيا، لكن كانت فيها خشة شوية، كان الموضوع عادي. لكن دلوقتي واد يبعت كارت مش عارف بكام ياخد حاجات مش عارف بكام، ياخد حاجات لا تقدر بثمن. ودي حاجة زبالة على فكرة، دي حاجة زبالة موجودة في المجتمع ابن الجزمة بتاعنا، ان هو مش عارف ايه. طب ما توريني مش عارف ايه يا معلم ده. يعني انت لو شايف نفسك كده راجل احب اقول لك ان انت كده لا مؤاخذه في اللفظ بالظبط كده. يعني الحمد لله ان انا عملت كت الحمد لله ان انا عملت كت عشان هي طلعت من لساني الحمد لله. ماشي. لو حد جه بيركز في الحاجات اللي انا بعملها، مثلا لو حد ياخد باله من ال 18 او 19 حلقه اللي معمولين، هتلاقي ان كل حلقه ليها مودها، هتلاقي كل حلقه ليها المود بتاعها، هتلاقي ان كل حاجه ليها تفاصيلها، هتلاقي ان كل حاجه ممكن تلاقيني اعمل لها دنيا لوحدها على جنب. ده لاجل حاجه ان لازم كل حاجه تاخد حقها. يعني انت بتشتغل ادي الشغل حقه، انت بتحب ادي الحب حقه، بس من غير ما تيجي على نفسك الا لو كان الوضع يستحق. لانك لما هتيجي على نفسك صدقني انت هتتهان جسديا، هتتهان نفسيا، هتتهان سهريا، هتتهان قهوتيا، هتتهان ماديا، هتتهان معنويا، هتتهان من اهلك، هتتهان من الشخص اللي انت اصلا بتضحي عشانه. لو انت غلطت في حقه مرة يا ابن عمي، والله مرة، وكانت هي المرة. من ساعتها وانا بقى عندي مناعة، وبشكر ربنا وبشكر الريليشن اللي انا خدت منها المناعة. والله بجد ما بهزرش، انا بشكر ربنا على المناعة اللي انا خدتها. ودي مش تكسكة، انا كده مش شخص توكسيك، بالعكس انا كده شخص واعي جدا، لان انا عارف ان انا مش مع اول ستيب باخدها هنجح، لا. try to die، حاول لحد ما تموت. انا كتبتها في كابتشن حلقة قبل كده، والناس قعدت تهق عليها وبتاع ويقولوا ايه ده يا معلم اللي انت كاتبه مش عارف ايه. على فكرة انا كنت قاصد، والسبب قصداني لان ببساطة شديدة انت لو ما حاولتش لحد يوم ما ماتك صدقني انت ما تستاهلش غير حاجة واحدة بس،
وما تنتظرش من الدنيا اي عوض. انت لو ما حاولتش لحد يوم وفاتك انت ما تستاهلش من الدنيا دي غير حاجة واحدة بس، الهوا اللي انت بتتنفسه ولحد ما تموت. ويمكن ساعات ما تلحقش كمان الهوا اللي انت بتتنفسه يبقى بتاعك بس. ساعتها نفسيتك وحالتك الصحية هيمسكوك هيزنوك في الحيطة وهاتك يدعك، وهتنام لك على سرير من اياهم بتوع المستشفيات، وتاخد لك ماسك من اياهم وتقعد تتنفس شف شف شف. حتى الهوا مش هيبقى بتاعك، هيبقى محددين لك هوا. فليه يا معلم؟ ورسالتي هنا للناس اللي الريليشنز بتأثر عليهم بالسلب او بيتأثروا نفسيا بطريقة بنت كلب، اللي هو ايه يا جدعان؟ يعني انا كنت واحد منكم بصراحة عشان ما اكدبش، بس لما فوقت بصيت لنفسي في المراية قلت احمد ايه ده يا معلم؟ ايه ده يا معلم؟ انا لابس تي شيرت كان يا دوبك داخل فيا بالعافية، بالمعنى الحرفي داخل فيها بالعافية. دلوقتي يا نهار ازرق التيشيرت بيمط، التيشيرت سرحان مني، يعني خلاص فاضل شويه يروح الدقي هنا. ايه يا جدعان؟ ليه؟ ما انت افهم اللي انت فيه دوت مش حلو، ولازم تفوق، لانك لو ما فوقتش هتفوق بس متاخر قوي قوي، وساعتها هيكون عدى عليك كتير جدا، هيكون فات وقت لانك تصلح اي حاجة غلط. ده بالمعنى الحرفي انه هيكون فعلا فات الوقت. بس خلينا نكون يعني واقعيين شوية، تمام؟ خلينا نكون واقعيين من ناحية ايه؟ من ناحية انك عايز تتحسن، انك عايز تقوم من اللي انت فيه. كلنا كده، كلنا يعني، حتى اللي قاعد بيتكلم معاك ده عنده مشاكل في حياته بيحاول ان هو يحلها، ان هو بيحاول يوزن بين كل حاجة في حياته، الشغل، قعدة صحابه، قعدة المسرح، التأليف، الانتاج، وهكذا، كل ده الى اخره. انت بتحاول تعمل عملية وزن، تعرف توزن. انت ساعتها لما تعرف توزن حياتك ساعتها الدنيا كلها تتغير، ساعتها السواد اللي تحت عينك ده هيروح تلقائيا. مش هتحس ان انت كل ما تيجي تبص في مراية انك واخد حتة دين ضربة حكاية. وضربة هنا مش بمعنى ضربة جسدية، ضربة نفسية وجسدية برضو. يعني انت شايف عينك، انت شايف عينك عاملة ازاي، شايف عينك السواد واكلها ازاي، شايف جسمك قد ايه خس، شايف شعرك بقى بيقع ازاي، شايف جدول نومك بقى عامل ازاي. انت لو رحت حللت ولا عملت ايه بادي ورحت للكوتش او رحت اللي هيمسكك ويديك التدريب، اقسم بالله هيسبلك، يقول لك ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده، ايه يا ابني كده، هتلاقيه بيبص داخل فيك اجريسيف فشخ. فخليك فاهم وعارف انك مش محتاج كل ده. ما تجيش على نفسك قصاد حاجات انت مش ضامن وجودها. اذا كانت الحياة في حد ذاتها غير دائمة، ازاي بتراهن على استدامة الاشخاص؟ فوق، افهم واعرف كويس انت بتعمل ايه، اعرف كويس انت رايح فين وجاي منين، اعرف كويس انت بتعمل ايه وعشان مين، وهل مين ده يستاهل اللي انت بتعمله ولا لا، وهل يستاهله بالقدر اللي انت عمال تديه فيه كده ولا لا. كل الناس تستاهل المحاولة، لكن مش كل الناس تستاهل المحاولة كاملة. في ناس تستاهلها وزيادة، وفي ناس تستاهل فعلا ان الواحد يضحي بحاجات كتير فشخ عشانها، لكن في ناس، ودول النسبة اللي انا بتكلم عليهم، اللي ما يستاهلوش المحاولة كاملة. مش هقول مش هيستاهلوا المحاولة اصلا، لا، كل الناس تستاهل المحاولة، كل الناس تستاهل الشانس، كل الناس تستاهل كل حاجة، لكن مش كل حاجة في الكل حاجة. يا ريت تفهم ده يا عزيزي المستمع، لانه موضوع مهم جدا وهينقذك من تربات كتير فشخ، هينقذك وهيشيلك وهينتش رجلك من حتت كتيرة جدا. لازم تكون سوي بينك وبين نفسك، لازم تكون عارف انت بتعمل ايه، وتقف قدام نفسك كده تمسك نوتاية، انا عملت 1 2 3 من اول الشهر هحتاج 1500 جنيه عشان اجيب لها ديت عيد ميلاد. ايه يا عم ليه ده؟ انت لو اديتني 1500 جنيه دول اقسم لك بالله هاجي اشتغل عندك شهر. ايه يا اسطى ده؟ ايه يا معلم؟ ما هو كل حاجه في المعقول،
ما تقفرش، سيب النجوميه فوق وانزل تحت خالص عند مستوى ابن عمك هنا، والله العظيم يعني. خلي البساط احمدي، خلينا كلنا كده مع بعضينا يا جدعان. هو مش مستاهله ان انا اجيب حاجه بتبن ده. الناس اللي بتجيب ايفونات يعني ايه يا شباب؟ على فكره والله انا بحبكم يعني. انا يعني اي حاجه علينا، طيب اي حاجه يعني، اي حاجه زوروني كل سنه مره. يا نهار اسود، ده احنا مش عايشين يا ابن عمي، احنا مش عايشين. بس الحمد لله يعني. الواحد هيقول ايه؟ وفي نهاية الحلقة أنا مبسوط طبعا إن أنا اتكلمت عن الموضوع دوت، وخد استفاضة شوية يعني، خد حقه شويتين. الحلقة كانت دسمة شوية، أنا مبسوط بيها. مع إن في ناس بتعمل حلقة بالساعتين والثلاث بس بيبقى معاهم متكلمين، يعني أنا فرداني وما عنديش مانع إن أنا أقعد أتكلم، بس مش دلوقتي، قدام. بس أنا عامة مبسوط لأجل حاجة تانية. احنا وصلنا 30 فولو. انا كستيفن ما كنتش متوقعها بنص جنيه. وصلنا 30 فولو يا شباب، يعني دي حاجه جامده فشخ بالنسبه لي. انا مبسوط جدا، وبحتفل معاكم بحاجه زي كده، على الرغم ان هي ممكن تكون بسيطه، لكن انا مبسوط بيها جدا. فبشكر كل الناس اللي موجوده وبتستمع، حتى لو كانت بتستمع من غير ما تتكلم او من غير ما ترياكت على الحاجه. انا مبسوط على الاقل ان المعلومه بتوصل، مبسوط جدا. بشكر كل الناس اللي سمعت لحد الدقيقة ديت، وبشكر الناس اللي سمعت ووقفت على اي حاجة. انا بشكركم كلكم. ان شاء الله نتقابل في حلقة تانية قريب ان شاء الله، ونظبط الدنيا اكتر من كده. بشكركم تاني، ونتقابل في حلقة تانية قريب ان شاء الله.